السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال ان شاء الله. حبايب قلبي ومتابعيني المحترمين وعيلتي الجميلة، اهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد، عندنا روتين مسائي هيشجعك جدا ان شاء الله بإذن الله، واتمنى ان هو ينال اعجابكم. يعني هو بسيط كده بس، يعني اديني بتحدى الحر اللي احنا فيه وخلاص. النهارده يا بنات هنتكلم مع بعض في حاجات كتير قوي في الفيديو، هشجعكم. انا بسيطه زيكم زي اي واحده، بس يمكن اعرض لكم حاجه بشكل جديد مختلف، وندردش مع بعض في حاجات كتيره جدا في الحياه، يعني تستفيدي ان شاء الله باذن الله. بس قبل ما الكلام ياخدني، حابه ان انا اشكر كل اللي انضموا معايا في القناه، جداد يعني اخواتي الجمال، يعني اهلا وسهلا بيكم. وكل طبعا حبايب قلبي القدام اللي دايما مشجعيني وصابرين عليا، اللي هو انا بغيب وارجع الاقيكم مستنيني. انتوا ايه الجمال اللي انتوا فيه ده؟ بجد انتوا يعني احلى حاجه بجد حصلت لي. وعايزه اقول لكم اني بجد بتثبتوا لي كل مرة اغيب وارجع تاني غصب عني، والله مش بإرادتي يعني. اني بجد ان انا سبت اثر كويس عند الناس الحمد لله، وده كان هدف عندي من ساعة ما فتحت القناة، وربنا يديمها عليا نعمة الحمد لله. اني لما اغيب ارجع الاقي ناس مستنيني، حتى لو حد بسيط. دي حاجة كويسة، ده معناه اني انا برضو سبت اثر طيب فيكم، واكيد هتدعوا لي بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى يا بنات، هنبدأ مع بعض دلوقتي هنبدأ مع بعض ان شاء الله بإذن الله. نعمل اول حاجة الغدا مع بعض. بس حبيت ان انا اقول لكم على الرش اللي انا جبته ده، اسمه لعنة الفراعنة. شايفين يا جماعة مكتوب عليه بارز ازاي؟ بلاستيك بارز كده. ده انا جايباه من الصيدلية، جبته قبل كده من سوبر ماركت، ولكن المرة دي جبته من الصيدلية. فده يا جماعة رش حلو جدا جدا للنمل. عايزة اقرا لكم اللي مكتوب عليه. انا جايبه لكم العبوة معايا اهي، عشان طبعا اكيد مش هبقى شايفه في الفيديو. بصوا يا جماعه مكتوب عليه ايه: يقضي على كل الحشرات الزاحفه، وخاصه الصراصير، اعوذ بالله يعني، ولمده عام كامل على الاقل. وكذلك الحشرات الموجوده بالمواشي والطيور والحمام والابقار والاغنام والماعز والكلاب والخيول. يعني انت لو عندك اي حاجه من الحاجات دي تجيبيها وترشي برضو. وجرب الارانب، يعني مش عارفه ايه جرب الارانب ده، والبق والبراغيث والجراد والقمل والنمل. ويقضي على الناموس وهاموش التواليت. خلاص بنرج الازازه كويس جدا، ونبتدي ان احنا نبخ. بيسيب اثر يا جماعه على مدى طويل جدا جدا، ما بتشوفيش النمل كده ان شاء الله باذن الله. بكام بقى يا شيماء البخ ده؟ لا غالي قوي يا جماعه، مش قادره اقول لكم غالي قد ايه. ده ب 25 جنيه بس، لكم ان تتخيلوا. العبوه دي كلها بالجوده ب 25 جنيه. دوروا عليه ان شاء الله باذن الله تلاقوه. حبيت اقول لكم كده بمناسبه طبعا دخول الصيف، وكلنا بنشتكي من النمل ايه في الصيف. بس كده يا بنات. عايزة بقى اقول لكم على حاجة. انا عندي فئة كبيرة جدا مش مشتركين في القناة وبيتفرجوا على الفيديوهات. بتعرفي منين يا شيماء؟ بعرف من الاحصائيات عندي. بيبان عندي قد ايه مشتركين قد ايه مش مشتركين، كل التفاصيل عندي وكل البلاد عندي، وبيتفرجوا عليا منين والكلام ده كله. فانا بس حابة اقول لك وافكرك ان انتي لو مش مشتركة في القناة، اتمنى ان انتي تدوسي اشتراك وتنوريني وتنضمي لعيلتي الايه القمر. مش هتندمي ابدا ان شاء الله. بس كده يا بنات، عايزاكم بقى تشجعوني بلايكات كتير النهارده. انا بحس ان انا بتكلم بسرعه عشان الفيديو انا مجرياه بسرعه، فبس انا في الطبيعي اكيد مش بتكلم بسرعه كده، انا قلبي وجعني. خلاص انا عايزاكم تشجعوني بلايك. اللايك ده النهارده كلمه السر ما بيني وما بينكم. ليه بقى يا شيماء؟ ما هو تشجيعكم بلايك في فيديو النهارده ده هيتوقف عليه ان احنا نبدا مع بعض تنظيفات عيد الاضحى. وانتوا عارفين بقى تنظيفات العميقة بتاعت شيماء، فاهميني؟ فيلا بقى شجعوني النهاردة، وهعتبر اللايك ده كلمة السر ما بيني وما بينكم. خلاص يلا بينا بقى ندخل على الفيديو. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده، ظبطت الرخامة، مسحتها كالعادة. يعني انا ما بتغير، اغيب وهتلاقوني هو انا في حاجات كده عندي ما بتتغيرش. ظبطت كده الرخامة وغسلتها كده الاول، وعملت كده البوتاجاز عشان اقف اعمل الغدا كده على نظافة. خلاص. المهم يا بنات، زي ما قلت لكم، مش عارفه قلت لكم في اول الفيديو ولا لا، الروتين ده كان بعد صلاه المغرب. يمكن عشان انا عدت الصوت لتاني مره، فمش عارفه انا قلت لكم ولا لا. طبعا احنا بنتغدى وخري جدا، وفي نفس الوقت احنا في صيف كمان. انا حاسه ان كل الناس في الصيف مش بتلتزم قوي احنا في طبيعتنا مش بناكل بدري، يعني مش اللي هو بقى بيتنا بقى بيتغدى الساعه 4 لا ما عندناش احنا الكلام ده خالص يا جماعه خالص. بس ان شاء الله باذن الله، يعني ايه، يعني امنيه حياتي والله ان احنا يومنا يتظبط وكده. بس كل بيت بيبقى ليه كده ظروف كده حياتيه، واكل وشرب في مواعيد معينه، بيتوقف الموضوع ده على حاجات كتير يعني.
المهم فده طبعا بقول لكم كده بعد المغرب. اول حاجه جبت معايا بطاطس اقشرها كده، قشرتها وجبت معايا بوله كده فيها ميه. ليه يا شيماء؟ علشان انا اول ما بعمل البطاطس بغسلها على طول، فالستاند يا جماعه انتوا عارفين مطبخي ضيق، فالستاند بيبقى محطوط، مش بعرف ان انا اروح واجي بعدي منه يعني. فقلت اجيب طبق واحطه عشان ايه ما افضلش رايحه جايه، والستاند طبعا بيقع كل شويه. فعايزه اقول لكم ان انا صرفت على القناه دي كميه استند. انا القناه دي ما ادتنيش فلوس قد ما انا جبت كميه استندات على حسابي، والله العظيم ثلاثه. بصوا بقى يا بنات، قشرت كميه من البصل كده، 4 بصلات بالظبط. قلت هفرمهم في الكبه على مرحلتين. انتوا عارفين الكبه بتاعتي دي صغيره، مش بتاخد ايه بصل كتير يعني. هي بتاخد ايه يعني، بصلتين كبار، بصلتين متوسطتين، مش زي الكبيره التانية اللي هي السمارت يعني، اللي هي ماركتها سمارت مش سمارت يعني. خلاص الكبه دي يا جماعه بسم الله ما شاء الله يعني بقالها دلوقتي سنه معايا، اسمها ميديا تك، كنت جايباها من بيتك. هي اسمها ميديا تك، الماركه دي حلوه جدا يعني. انا بالاستعمال برضو بقول لكم تقطيعها جميل جدا ما شاء الله يعني، بتقطع الحاجه كده مكعبات كده متساويه. فهي جميله يعني. ده حبيت ان انا اقولها لكم برضو بعد استعمال فتره طويله. اول حاجه فرمت اول بصلتين وهي حطيتهم في حله كده علشان الصوص الاحمر اللي هو صوص الصلصه يعني بتاع الايه المكرونه، هنعمل مكرونه. خلاص في ناس بتحب تعملها بالثوم بس، في ناس بتحب تعملها بالبصل بس. احنا لازم الصوص عندي يكون فيه بصل. خلاص لازم يعني. حطيت بقى كده شويه زيت، ولعت عليها، ولسه هحط لها كمان ايه يعني اكن فصين توم كده، بس انا التوم معايا مفروم، وممكن اكتفي بالبصل بس. الكبة بقى حطيت فيها البصلتين التانيين دول للكبدة. خلاص حطيت معاها شوية ملح، وفرمتها بالملح لان ايدي انا لسه هستنى عليها شويه، فما ينفعش البصل بدل متقشر لا يتساب، ولو اتفرم بالاخص ما يتسابش خالص لانه ريحته بتتغير يعني. معايا البطاطسيتين كده منقوعين في ميه كده زي ما انتم شايفين، هنقطعهم دلوقتي. جبت بقى كميه من الطماطم الفريش الجميله دي، غسلت كده، وهنضرب مع بعض ديت للايه، للصلصه بتاعت المكرونه برضو يا بنات. غالبا صلصه المكرونه انا بصفيها، بس المصفى بتاعتي اختفت مش لاقياها، المصفى السلك اللي انا لو تفتكروا كنت دايما ما اعرفش يا جماعه، اختفت فجاه من المطبخ كله والله بجد ما اعرفش راحت فين. انا هتجنن. بس انا حاسه انها ممكن هي فين يا فريده؟ مش في لعابكم ولا حاجه؟ ما خدتوش حاجه من مطبخي؟ طيب ماشي، بتقولي لا. عندكم كل ادوات المطبخ العاب؟ ماشي والله انا حاسه انها اتقلبت مني. المهم بس يا بنات زي ما انتم شايفين ما صفيتهاش المره دي، بس ضربتها كويس جدا، وبحط لها كمان شويه ميه عشان تتضرب اكتر واكتر يعني. بس انا بحب صلصه المكرونه ايه اصفيها من القشر ومن البذر بصراحه. نزلت بيها على البصل وحطيت كده فصين توم وشوحتهم كويس قوي، تشويحة بسيطة يعني ما بتاخدش لون ولا اي حاجة. ونزلت بالطماطم. وهنا بقى ايه بقطع البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها شوية في المية، بس هشطفها شطفة كده حلوة، واسيبها في مية كده نظيفة لحد اما اجي ايه احمرها. اول ما ابتدي انزل المكرونة اسلقها، هبتدي ان انا ايه اولع على البطاطس تتحمر يعني. فالنهارده اكلنا كبده وبطاطس ومكرونه يعني، ما فيش اسهل من كده. الكبده اساسا اللي عندي دي كانت شرايح، بس انا ولادي بيحبوها اكتر اللي هي سلايدز كده يعني، فاهمني؟ وفريده بنتي بالذات بتحب الكبده دي سندوتشات بالطحينه. فيروز ما بتحطش الطحينه في بقها يعني. يعني عندي كل واحده شكل، كل واحده شخصيه، فاهمني كده يعني يا جماعه؟ انا بعاني. عايزه اقول لكم النهارده زي ما انتم شايفين كده كيس المكرونه اللي هستعمله ايطاليانو. بقالي فترة يا جماعة بجيبها. افهمكم بقى ايطاليانو. عايزه اقول لكم دلوقتي انتوا عارفين ان كل المكرونات غليت والكلام ده كله، فانا عايزه اقول لكم ان التفاوت ما بقاش كبير قوي في السعر، ولكن انا هفهمكم ايطاليانو هي غاليه ليه. اولا يا جماعه هي جودتها عاليه جدا جدا. ثانيا انا يعني لما بفلت كده مره واجيب الملكه ولا اي حاجه، ايوه ساعات بجيب مفيش مشكله، بس في فرق كبير قوي يا جماعه والله. اولا دي ما بتعجنش نهائيا، لما بتسلقيها وتيجي تصفيها تلاقي ميتها شفافه. والاهم بقى طعمها طبعا جميل جدا. والاهم ان انتي الكمية دي 400 جرام، الكيس ده مثلا 400 جرام بس يا جماعة، بيتضاعف قوي. يعني لما بتجيبي اي كيس تاني في اي ماركة تاني 400 جرام مش بيتضاعف زي ده، مش عارفة ايه الحكمة يعني.
فبس هي ليها كذا ميزة يعني يا جماعة، والتفاوت انا مش شايفة ان هو الكبير الفظيع مقارنة بان انتي هتاخدي قدام السعر ده حاجات كويسة يعني اكتر يعني. بجيب بقى الجريل ده، حطيت فيه طبعا زي ما انتوا شايفين، مسكت الكبده كانت شرايح فقطعتها، وكانت ايديا واقفه، انا ما بقدرش يا جماعه امسك حاجه ساقعه خالص. انا مش بقدر امسك اي حاجه متلجه كده من الفريزر، والله العظيم اعصاب ايدي بتقف. قطعت الكبده كده زي ما انتوا شايفين شرايح. خلاص. نزلت على التوم بعد ما التوم اخد اللون اللي انتوا شايفينه ده المرحله اللي انا بنزل فيها، انا مش بنزل بالتوم وهو فاتح ابدا. ليه بقى؟ كل ما بتدخلي التوم في سوا مش تحرقيه، يعني كل ما بندخله في سوا كل ما بتتأكدي ان هو مستوي ويستحيل يعمل انتفاخ او مغص يعني. وطبعا انا حطيت كمية توم بالنسبة لي انا متناسبة مع كمية الكبدة، في ناس يعني ما بتحبش التوم قوي او مش بتحبه كتير، ولكن انا كبدة بالنسبة لي يعني توم يعني. خلاص مادام استوى كويس ما تخافيش من اي انتفاخ او الكلام ده كله. وسمعت كده وصححوا لي معلوماتي برضو، سمعت يعني فيما معناه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان البصل والثوم لما نيجي نستعملهم في الاكل ان احنا نسويهم كويس جدا. معايا بقى الصلصة كده على عين، حطيتها على عين صغيرة شوية، وحطيت لها ملح وفلفل اسود وكمون، وكذلك الكبدة ملح وفلفل اسود وكمون، ولسه هرش لها رشة 7 بهارات يا بنات. طيب دلوقتي بقى خلي بالكم من حاجة، انا بقى ايه الصلصة ما حطيتش لسه صلصة اكياس، انا عايزة احطها عشان اظبط اللون. طب ليه يا شيماء ما حطيتيش الصلصة اكياس؟ هقول لكم دلوقتي، بس بعد ما اقول لكم ان انا دلوقتي نزلت بالبصل بعد ما شوحت الكبدة واديته تقليبة. وطبعا انا عايزه اقول لكم ولا كان عندي فلفل حامي ولا كان عندي فلفل رومي، فانا تعاملت بقى وخلاص. وحطيت شويه ميه زي ما انتم شايفين كده، وبسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها عشان البصل يستوي. طبعا حطيت زي ما قلت لكم رشه ال7 بهارات، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. وطبعا بقى مش قادره اقول لك لو قرني فلفل حامي او رومي يعني. انتوا سامعين صوت الوش اللي جنبي ده؟ شش 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 دوت اصلا فيروز قاعده جنبي بتلون، فيروز بنتي. المهم بقى زي ما انتوا شايفين نقلت الكبده وجبت الصلصه كده، ابتديت انزل دلوقتي بكيس الصلصه. عايزه اقول لكم على معلومه بسيطه، وقولوا لي انتوا بتحسوا كده ولا لا. في ناس لما بتاكل اي حاجه بالصلصه بتقول لك انا بيجي لي حماوه. حماوه دي يعني ايه؟ يعني حرقان كده، حرقان كده بيبقى طالع من فم المعده. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، في ناس بيحبوا ينزلوا الاول بالصلصه على البصل اللي بيحمروه او كده. الحركه دي بتأكسد، بتعمل زي عملية أكسدة، بتخلي فعلا الصلصة بتحمي. لا انتي ليه تنزلي في المرحلة دي؟ مفيش أي داعي خالص. أنا بحب إن أنا أخلي الصلصة تاخد وقتها في التسبيك، يعني تاخد وتدي مع البصلة بحيث إن البصل يستوي كويس جدا، أو لو في توم. وبعد كده أنزل بكيس الصلصة في النهاية شوية. ليه بقى؟ أولا كاس الصلصة دي صلصة يعني مش محتاجة سوا، فاهميني؟ أنا لما بحطها من البداية بتخلي الصلصة تتقل معايا جدا، بتكون تقيلة وبتشرب المية اللي موجودة كلها، فبالتالي البصل مش بيلحق يستوي. انتوا فاهمين يا جماعة؟ انا عايزة اقول لكم ايه الموضوع، تكنيك في نزولك او توقيت نزولك بالحاجة في مرحلة معينة. بس حبيت ان انا اقول لكم يعني على المعلومة دي. فانتي تسيبي الاول الطماطم تتسبك مع نفسها وعلى نار هادية، ويا سلام لو حاطة كمان غطا كده ومورباه. خلاص. وبعد كده في النهائي خالص تبتدي ان انتي تنزلي بكيس الصلصة بتاعك لو انتي حابة تحطيه. ومادام نزلنا بكيس صلصة تحطي رشة سكر برضو علشان تعادل الحموضة برضو. خلاص كده عمري ما الصلصة هتجيب لك حماوة، وهتبقى مستوية كويس جدا. انا بقى هنا بحب ان انا اكل الكبدة عليها المكرونة، يعني طبق المكرونة عليه الكبدة بالطريقة دي. مش عارفة بحب، ويستحيل اكل عيش مع اكلة زي دي. وطبعا حمرت البطاطس زي ما انتوا شايفين ورشت لها شوية ملح. تعالوا بقى ندخل على اوضه النوم نشوف هنعمل فيها ايه. فبس في بقى بيحبوا ياكلوها بعيش، في بيحبوا كده، كل واحد عندي بدماغه براحتهم بقى. انا بحط واسيبهم يبدعوا زي ما هم عايزين، يعني انا بعمل اللي عليا وخلاص. تعالوا بقى، عايزه كنت بصوا انا اقول لكم على حاجه، انا اصلا ما كنتش عايزه اصور في اوضه النوم ولا اي حاجه، بس انا كنت بغير الفرش، كنت شايله الفرش بقالي حبه وكده. فقلت ايه، طب ما يلا تشجعيهم وتدخلي كده. يعني انا اي نعم مش هعمل حاجه غير حاجات بسيطه قوي، يعني انتوا عارفين ان هو عامل من على الوش كده يا بنات، مش هعمل اي حاجه يعني، تلميع بسيط، هغير فرش السرير الكلام ده. فقلت لا برضو هشارككم كده واشجعكم. فانا كنت شايله الفرش وفاتحه الشباك بقى كده، بقى لي حبه كده المراتب اتهوت والمخدات. فرشت الملايه والكوفرته دي، الكوفرته دي طبعا قطن، انتوا عارفينها اللي هي
اللي هي مش ستايلها قديم، بس الحاجات دي يا جماعة لسه بتتباع لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت قطنها جميل جدا جدا. انا عندي كذا واحدة من اللي هم الفايبر دول، بس انتوا عارفين بيسخنوا برضو والجو اصلا اليومين دول حر جدا يعني. بعد ما فرشت وكده، عشان بقول لكم انا ما كنتش هعمل حاجه، فلاحظت ان في تراب، فلا ما قدرتش ان انا اتخطاه يعني. قلت احاول اخده كده بالراحه من غير ما بهدل الدنيا. رحت بقى اشغل الغساله على الفرش ده. انا عندي في البدايه لازم تظبطي البرنامج ومستوى الميه. انا بقى ايه، حته مستوى الميه دي مع العشره بقى مع الغساله وكده. خلاص، فعايزه اقول لكم اني اللهم صل على سيدنا محمد بعرف احدد مستوى الميه بالويم اللي انا عايزاه. ولو حسيت ان الميه قليله، بفصل الغساله وبرجع اشغلها وازود مستوى الميه عادي. بس وحطيت بس يا بنات مسحوق ومفيش اكتر من كده. طبعا زي ما انتوا شايفين المفرش ده على فكره من العيد انا ما شلتهوش، اتبهدل زي ما انتوا شايفين. ولادي ربنا يخليهم حطولي عليه روج، وهنشوف دلوقتي هينضف ولا لا. وكمان عايزه اقول لكم انا بغسل المفارش الفرو ازاي، برضو حابه ان انا اشارككم طريقتي كده، علشان لو انتي عندك مفارش فرو وكده تحافظي عليها، او لو بتفكري تشتريها او كده. هي بالنسبه لي يا جماعه جميله جدا، بتديني هدوء اعصاب كده، فاهمني؟ انا بحبها عن نفسي يعني. فكنت عايزه اقول لكم على ايه، في حاجه هنا بس كنت بكلمكم فيها. بصوا، لا انا قفلت ورجعت تاني سمعت انا بقول ايه عشان افتكر انا عايزه اقول لكم ايه. بغض النظر دلوقتي زي ما انتم شايفين ان انا بلمع الخشب على الماشي، وزي ما انتم شايفين ان الدنيا تراب، وان الدنيا فعلا مستحقيه ان الواحد يقوم يعمل بصراحه. واحنا كده بنعمل الاوضه كده يعني. هقول لكم بس كان لسه حاصل لي موقف في الغساله، عشان كنت بكلمكم وانا عند الغساله. عايزه اقول لكم ان انا لسه متكهربه. انا لسه متكهربه من الغساله. كهربا وحشه جدا جدا يا بنات، والله انا فاهمكم انا عملت غلطه شنيعه. انا لقيت نمل حوالين الفيشه بتاعه الغساله وانا كنت مشغلاها، ورحت جايبه الرش الجميل ده، رحت رشه بيه ايه حوالين الفيشه، فحصل زي ماس. تمام. فاللي حصل ايه بقى يا بنات، كنت حاطه يعني غسيل و غسيل الخروج بتاع جوزي، وانا ما كانش عندي برسيل جل ولا حاجه، فانا مش متعوده اغسل له هدومه بالاريال اللي هو الباودر ده. فبخاف ان هو يجير او كده، وانتوا عارفين بقى الرجاله وحركاتهم يعني. فقلت يا بنتي ايه دوبيه بايدك حلو في الغساله. وجايه بحط ايدي في الغساله ادوب المسحوق يا جماعه، وايه اللي حصل لي بقى، الكهرباء مسكت فيا، الميه مكهربه. الاقي نفسي اتنطرت وصوت، وفعلا اعصابي ثابت، وضربات قلبي كانت سريعه جدا. في حياتي ما اتكهربت بالمنظر ده. حسيت ان انا مخي فيه ذبذبات مش طبيعيه، لساني تقل، والله يا جماعه حصل لي حاجه غريبه جدا يعني بجد. فخلي بالكم جدا برضو. عايزه اقول لكم من كتر اللسعه في معصم ايدي، عملت لي علامه كأن ايدي اتحرقت. انتوا فاهمين الكهرباء في الميه عملت لي ايه، كأن ايدي اتلسعت. معرفش بجد، هي الكهرباء ممكن تعمل علامه كده. بقول لكم في حياتي اول مره يحصل لي حاجه زي كده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا نجاني والله الحمد لله يعني. طبعا فصلنا الكهرباء، ومسكنا الفيشة شلناها وقعدنا ننشف. اكتشفنا طبعا المية انها وصلت للفيشة، ونشفناها كويس جدا، وسبتها كده ساعتين تلاتة، ورجعت شغلتها تاني. بس هنا بقى دخلت مليت الجردل وحطيته شوية كلوريل، كلور يعني اللي موجود عندي بستعمله. وبوريكم بقى الغسالة وهي بتشطف يعني المية نظيفة وزي الفل. المسحوق اللي انا بستعمله يا جماعة قلت لكم قبل كده اسمه ليدر. بحب افيدكم بكل التفاصيل بصراحة يعني، وانا في اثناء الفيديو يعني. اسمه ليدر يا جماعة، مسحوق، هو مش غالي بس حلو جدا والله، فعاليته تحفة. هغسل بيه دلوقتي المفارش الفرو، وهوريكم هي هترجع جديدة ازاي. غسلت بيه الفرش، غسلت بيه البطانية، هنغسل مع بعض بطانية. جميل جدا بصراحة. عايزة اقول لكم بالنسبة للبطاطين، انا غسلت البطاطين الخفيفة. بصوا في بداية الفيديو يعني هتلاقوا بطانية حمراء، وتحتيها بطانية موف. البطانيتين دولت انا غسلتهم، وكان في واحدة تانية لبني في الدولاب عند الولاد، بس لسه ما ضمتش البطاطين على بعض. ولسه عندي شتوي وصيفي عايزين يطلعوا وينزلوا، ورايا حاجات كتير قوي يا جماعة والله. يعني عايزاكي تقولي لي كده، هو انا لوحدي ولا انتي كمان عملتي ايه؟ ولا شجعوني كده يا جماعة. انتوا فاكرين انا جاية اشجعكم؟ ولا انا عايزة حد يشجعني اصلا؟ لا بجد والله، واصلين لحد فين؟ ايه نظامكم؟ شلتوا الشتوي وطلعتوا الصيفي، ولا لسه الدنيا فيها ايه؟ انا لسه والله يا جماعه لسه كل حاجه زي ما هي يعني. بس المهم بالنسبه بقول لكم للبطاطين، ما ورايش غير البطانيتين
في بطانيتين عندي مش بيتغسلوا في الغسالة تقال، وبعملهم في البانيو. انا ما بخرجش بطاطين ولا سكاكين بره يا جماعه يعني. انا لو لاقيه مكان ثقه اخرجه، بس انا المهازل اللي انا بشوفها حواليا اللي هو لا 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 لا، ده انا لو هعمل الحاجه على مهلي جدا مش هخرج حاجتي بره والله العظيم. انا حاسه ان انا لو خرجت بطانيه بره ورجعت لي مش هتغطى بيها تاني. بس هنا بقى كانت الغساله خلصت. طبعا يا جماعه ده بيفرق من مكان للتاني وكده. انا هنا مفيش حواليا حد كويس اثق فيه بصراحه، انا مش عاجبني بصراحه النظام يعني. المهم بقى لمعت الاوضه كلها ومسحتها كده مسحه حلوه. وعايزه اقول لكم المشايه بصراحه مسكت فرشه بلاط كده بشويه ميه بخل مشطتها، بس ما صورتهاش معاكم. إيه يعني معلش انا اسفه يعني في الكلام، بس ايه لا ساعتها انا وولادي وكده في شعري بيقع، فهي طلعت شعر كتير جدا يعني. هي المشايه مش يعني مش اللي هي فيها حاجه يعني، بس كانت فيها شعر. خلاص زي ما انتوا شايفين فريدة قاعدالي فوق كده وبتقول لكم حطوا لايك. هنزل بقى الكرسي مكانه والشلت دي. والله بتنفع يا جماعة الشلت دي، بس انا نفسي بصراحة اتخلص منها. شايفين البطانيتين دول اللي على الشلت دي؟ دي البطاطين اللي بقول لكم ان انا غسلتها. لسه بقى فاضل دي واللي تحتها. خلاص هاخد كده اول واحدة، ويلا بينا بقى ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا على الحمام. مليت البانيو زي ما انتوا شايفين وحطيت فيه شوية مسحوق كده، كوباية من اللي معايا دول. حسيت ان هي لا مش قد كده مش عاجباني، لا ما احنا ما مش هنوفر في المسحوق. احنا هنغسل في البيت بس مش هنوفر. ما انت شوفي لو طلعتيها بره دي هتدفعي فيها كام. خلاص فندي الحاجة كده حقها في النظافة عشان دي هتتشال. اه انا ما كانش عندي كلوركس الوان بصراحة، فاكتفيت بالمسحوق بس يعني، بس كده. ابتديت بقى ان انا انزل كده، وحسيت ان المية قليلة ما شاء الله. البطانية عشان تقيلة بتشفط المية، فقلت ازود شوية مية تاني يعني. ودي بقى هسيبها تعيش حياتها مع نفسها تتنقع كده. واهم حاجة في البطاطين ان هي عايزة تتساب وقت كافي تتنقع. وطبعا على حسب شدة التسخة. لو انتي حاسة ان البطانية مش نظيفة قوي، يعني مثلا كنتي بتفرشيها على الارض متبهدلة من عيال مش عارفة ايه، خلي المية بتاعتك سخنة. وما تخافيش مش هيحصل لها اي حاجه. الميه السخنه يا جماعه بتنضف السجاجيد كويس جدا، بتنضف البطاطين كويس جدا. بس كان في كفرين هنا برضو مغسولين كانوا على الكنبه عندي، شلتهم في اوضه البنات في دولابهم يعني من تحت. وبس كده زي ما انتوا شايفين الاوضه راقت، وفريده حطت الكوشن ده على الكنبه وخلاص. خدت وقتها تالت ومتلت شلتها بقى كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شايفين الميه بتاعتها يعني مش نظيفه، يعني مش اللي هي نظيفه قوي يعني. بس هحطها كده، بحطها على حرف البانيو، تاخد وقتها برضو في التصفية كويس جدا جدا. وابتدي بقى ان انا افتح البانيو ايه انزل بقية المية دي. تعالوا بقى اوريكم المفارش الفرو انا بغسلها ازاي. بصوا بقى بملى مية عادي جدا وشوية مسحوق، بس مش اكتر من كده، ولا هتحتاجي حتى كلور ولا اي حاجة. المفارش الفرو بتنضف بسهولة جدا على فكرة. بس انا هعرفك ازاي تفضلي محافظة عليهم. هما المفارش دي بقالها قد ايه معايا دلوقتي؟ بقالهم كتير، بقالهم فترة كبيرة يعني، متهيألي سنة ونص واكتر يعني، وغسلتهم كتير. وزي ما انتوا شايفين كأنهم لسه جداد، من حيث ان الفرو بتاعهم مش بيكسر يعني. زي ما انتي شايفة كده هنقعهم وهسيبهم منقوعين. سبتهم حوالي ساعة او ساعة ونص خلاص، ورجعت تاني بعد ما خدوا وقتهم في النقع كويس جدا. بصوا شايفين المية بقى لونها ايه؟ نزلوا كل اتساخاتهم في المية. حتى يا جماعة الروج اللي كانوا هم مبهدلين لي كانوا مبهدلين لي بالبتاع ده، المفرش طلع الحمد لله. دي بقى اللي انا مسحت بيها الاوضه. قلت كده اما اجيبها اغسلها على طول. ما بحبش بصراحه اقعدها، وبحب انشرها على طول يعني، هي وفوط المطبخ ما. وعلشان لما اكون عايزه امسح بعد كده او لما تكون جاهزه معايا ونضيفه، لان انا ضد ان الحاجه تبقى عامله ريحه والكلام ده. انتوا اكيد فاهمين. انا غسلت كويس جدا، وابتديت ان انا اعصر بالطريقه اللي انتوا شايفينها في الغسيل. في الشطيف بقى لا، بغطسها في ميه، بغطس المفارش في ميه، وامسك المفرش كده بالطول من غير ما اعصره. اسيبه بقى هو يصفي ميته براحته. مفيش عصير يا جماعه اثناء الشطف. تخلي يعني زي ما انتي شفتي الطريقه اللي انا شطفت بيها كده بالظبط. بس كده، وبحطهم بقى يتصفوا خالص، وبعد كده بروح نطرهم على الحبل. مش كتير، هما بينشفوا بسرعة جدا يعني. وكده بقى البطانية كانت اتصفت كويس قوي. ابتديت ان انا املى عليها بقى مية، وهسيبكم بقى واروح اشطفها كده بقى انا مع نفسي، عشان دي عايزة بقى ايه يعني، عايزة ابقى براحتي شوية.
بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لايك بقى تشجيعا ليا، بحبكم في الله، واستنوني في فيديو جديد، ومع الف سلامة.